لو كل مرة بقى بتعمليه وعمره ما بيظبط معاكي وبتحطيه في الفرن بيطلع من جوه ني معاكي رغم ان هو مستوي من بره وكل حاجة، النهاردة في الفيديو هقولك على كل اسرار الاكريل وازاي بيطلع معاكي هش وجميل زي ما انت شايفة كده. هقولك على كل اسراره واحدة واحدة، بس خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي كل حاجة عنه. بتجيبي الميزان بتاعك، الاكريل من الحاجات اللي بتبقى عايزة الميزان عشان وصفاتها او الحاجات بتاعتها لازم تبقى بالجرامات وبالملي بالظبط. طيب حطينا ايه يا امنية؟ حطينا 125 ملي مية وحطينا 125 ملي لبن، بيعادلوا هما الاتنين على الميزان 250 جرام، هما الاتنين بيبقوا ربع كيلو. طيب ايه كمان يا امنية؟ بنحتاج زبدة 100 جرام، زبدة عليهم هما الاتنين. بتحطي كيس فانيليا، ولو معلقة سكر واحدة ماشي، لو انت معلقتك صغيرة بتحطي معلقتين اتنين سكر مش مليانين اوي، وبعد كده بتحطي ربع المعلقة ملح. هاتي المقادير بتاعتك دي حطيها على النار تغلي كلها، لازم تغلي يعني تغلي كلها، تغلي حلو. بعد كده هاتي الميزان بتاعك، المقادير بتاعتنا اللي احنا قلناها دي، ال100 جرام زبدة، ال250 جرام لبن ومية، بياخدوا قد ايه دقيق؟ بياخدوا 150 جرام دقيق. هنا كان الخليط بتاعي كله سخن، وزي ما انت شايفة كده بالظبط، يعني سخن خد درجة غليان. بتشيليه بقى وبتحطي عليه الدقيق زي ما انت شايفة كده، بتقلبي الدقيق كويس جدا بحيث ان ميبقاش فيه اي تكتلات، ويبقى الدقيق كله اختفى وشرب كل السوائل. طب بتعملي ايه تاني؟ المفروض بعد ما بتقلبيه بالمنظر ده كده وما بتخليش فيه ولا حته بيضه ولا باين الدقيق فيه، انت بتاخدي الخليط بتاعك ده بترجعي تحطيه تاني على النار. امتى بقى بتعرفي ان الخليط بتاعك ده استوى؟ لحد شايفه الطبقه اللي في الحله من تحت دي، لحد ما تحسي ان الدقيق عمل طبقه خفيفه ناشفه كده في الحله بتاعتك، كده بتعرفي ان العجينه بتاعتك استوت معاكي